تعالوا النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض ألذ واطعم ميني بيتزا. طبعا الميني بيتزا هتنفع للفطار والغدا والعشاء، وهتنفع كمان لللانش بوكس المدارس. يلا نبدا على بركه الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه معايا في المكونات، معايا كوبايه ميه دافيه، ضفت عليها معلقه كبيره من الخميره الفوريه بمقدار 16 جرام. ضفت كمان معلقتين من السكر بمقدار 25 جرام. هضيف 4 معالق من الزيت بمقدار 70 ملي من الزيت. انا استخدمت هنا زيت نباتي، ممكن حضرتك تستبدليه باربع معالق كبار من الزبده المذابه او 4 معالق كبار من زيت الزيتون. هقلب كل المكونات مع بعضها وهسيبها لمده 3 دقايق و4 دقايق لحد ما احس كده ان الخميره بتاعتنا تفاعلت بالشكل اللي قدامنا دي وتديني الفقاعات اللي قدامي دي. هتاكد كده ان الخميره بتاعتي فعاله وشغاله. هبدا انكه البيتزا بتاعتنا، انا هنكهها بمعلقه كبيره من الزعتر. ولو حضرتك ما بتحبيش الزعتر في المعجنات تقدري تستغني عنها، بس الزعتر بيديني طعم حلو جدا لعجينه البيتزا. هضيف كمان 8 مضغات من مضغ الشاي دقيق بمقدار كيلو من الدقيق. طبعا كل المكونات هحطها لك في صندوق الوصف بالكوبايه والجرام. ضفت كمان 1 جرام من الملح. ضفت 5 جرام بيكنج باودر بمقدار معلقه الشاي الممتلئه. هقلب كل المكونات مع بعضها بالشكل اللي انت شايفاه ده. اهم حاجه ان احنا هنضيف السوائل بتاعتنا بالتدريج، لان في نوع دقيق بيشرب سوائل وفي نوع دقيق ما بيشربش سوائل. انا هنا استخدمت ماركه الاهرام في الدقيق بتاعنا، ممكن تستخدمي الضحى، ممكن تستخدمي الكوثر، اي نوع دقيق متعدد الاغراض استخدميه. المهم ان انت تضيفي السوائل زي ما قلت لك بالتدريج، لان في نوع دقيق بيشرب سوائل وفي نوع دقيق ما بيشربش سوائل. الكيلو الدقيق بتاعنا اخد مني بالظبط 2.5 كوباية من الميه الدافيه. وببدا اعجن زي ما انت شايفاني بالشكل ده. انا عجنتها لمده تلت ساعه، بفضل اعجن فيها. طبعا كتر العجن في العجينه او في الدقيق بتاعنا بتربي ماده الجلوتين اللي موجوده في الدقيق، فبتعمل لي عرق حلو جدا في العجينه. فده بيساعدني على ان العجينه بتاعتي او المعجنات بتاعتي بعد كده تبقى هشه جدا وطريه، وتبقى هشه لاكتر وقت ممكن معانا، وده بسبب ان احنا بنعجنها كويس جدا. وده شكل العجينه بتاعتنا، عجينه ناجحه جدا. شايفه العجينه عامله ازاي؟ عجينه طريه وملمسها ناعم جدا. ده القوام المطلوب بعد العجن، يعني ده القوام المطلوب لاي عجينه عايزاها تبقى ناجحه معاكي. طبعا هدهن وشها كده شويه من الزيت وهغطيها ببلاستيك راب، وبعد كده هغطيها بفوطه نظيفه وهسيبها تخمر. مده الخمر في الصيف ممكن من تلت ساعه لنص ساعه، لكن في الشتاء بتكون طويله شويه. تعالوا بقى نشوف الحشوه بتاعتنا. طبعا الحشوه بتاعت البيتزا او الميني بيتزا دي اختياري، والحشوات كتير جدا. انا اول حاجه معايا في الحشوه بتاعتي معايا فلفل رومي احمر وفلفل رومي اخضر، قطعتهم قطع صغيره زي ما انت شايفاه بالشكل ده، وممكن حضرتك تقطعيها جوانح مفيش مشكله او دواير. معايا كمان جبنه شيدر، انا بجيب البلوكات بتاعت الجبنه وبقطع منها زي ما انا عايزه وببشرها بالشكل ده. وممكن تستبدلي الجبنه الشيدر بجبنه رومي او اي نوع جبنه حضرتك حباه. دي كمان جبنه موتزاريلا برضو، انا بجيب البلوك وبقطع منه وببشره. كمان معايا زيتون اسمر واخضر. معايا كمان لانشون، ممكن اللانشون تقطعيه قطع صغيره مربعات صغيره، وممكن تعمليه بالطريقه اللي انا هعمل بيها دي. غطا ازازه وببدا ان انا اقطعه دوائر بالشكل اللي انت شايفاه ده، فبيكون شكله بصراحه يعني شكل لطيف جدا على الميني بيتزا. وطبعا ممكن نستخدم بقى برضو حشوات تانية زي التونة، زي شاورما الفراخ، ممكن نستخدم بسطرمة، وممكن نستخدم الجبنة الفيتا اللي هي الجبنة التلاجي، وممكن نستخدم الجبنة النستو نقطعها قطع برضو نحطها على الوش. يعني الحشوات متاحة ليكي زي ما انت عايزة. هنبدأ بقى نعمل أسرع صلصة بيتزا. كوباية من صلصة الطماطم أنا مسبكاها على النار، ضفت عليها 4 معالق كبار من الكاتشب. هضيف كمان معلقة من الزعتر المفروم بمقدار معلقة الشاي، معلقة صغيرة من الثوم البودر، معلقة صغيرة من البصل البودر، معلقة من الفلفل الأسمر المطحون، وهضيف كمان معلقة من الملح. وممكن تضيفي بابريكا مدخنة لو انت حابة. لو انت حابة يبقى طعمها كده مدخن ممكن تضيفي معلقة من البابريكا المدخنة أو البابريكا العادية. وممكن نضيف كمان لو انت حابة ان هي تبقى سبايسي ممكن تضيفي عليها معلقة من الشطة الحامية. ضفت معلقتين من الزيت النباتي، وممكن تستبدليهم كمان بمعلقتين من الزيت الزيتون.
وقلبت الصلصه بتاعتنا وبقت معانا ألذ واطعم واسرع صلصه بيتزا. نرجع للعجينه بتاعتنا بعد مرور نص ساعه. شايفه ما شاء الله العجينه بتاعتنا خمرت، وده دليل على النجاح. يعني شكل العجينه كده دليل على نجاحها، دليل على العجينه بتاعتنا ناجحه جدا. هنبدا نفرغ منها الهواء وهنبدا نشكلها. طبعا الميني بيتزا حجمها بيتراوح ما بين 40 جرام، 45 جرام، 50 جرام، 60 جرام، 55 جرام، مش اكتر من كده، لان لو اكتر من كده مش هتبقى ميني بيتزا. انا قطعت الكور بتاعتي بصراحه، انا قطعتها يعني بالويم، ما وزنتش ولا حاجه على الميزان. ولكن الكره دي لما انا وزنتها على الميزان عشان اقول لك مقدارها كانت 50 جرام. طبعا في زيت بقى بصراحه في صاج انا دهنته زيت. هنبدا نرص الكويرات بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها الميني بيتزا. هنقطع كمان كوره معاكم عشان نشوف طريقه التشكيل بتاعتها. انا بقطع الكوره بالشكل دون وبلم الاطراف على بعضها بالشكل ده، وببدا اكورها ما بين ايدي تديني كوره متساويه. هنعمل كمان واحده وندورها على الرخام عشان الفكره تتضح. ادي قطعه من العجين، ببدا الم الاطراف بتاعتها، بقفل الاطراف كويس، وببدا اكورها، احطها على الرخامه واكورها كده ما بين ايدي، بتديني كوره متساويه. الموضوع سهل وبسيط، وطريقه التشكيل سهله وبسيطه ما بتاخدش وقت. وده شكلها. هنحطها بقى في الصاج وهنسيب ما بين كل كوره والتانيه مسافه. طبعا ده مضج الشاي العادي. بالمضج بتاع الشاي العادي ببدا ان انا اعمل تجويف كده في كل كوره، وببدا اوسع التجويف دون بايدي. حجمها حلو جدا. بدهن اسفل الكوبايه بشويه صغيرين من الزيت عشان ما تلزقش في العجينه. كده انا خلصت كل الكميه. طبعا انا الكميه اللي معايا دي عملت لي صاجين، يعني عملت لي اكتر من 24 قطعه من البيتزا او الميني بيتزا. معايا شوكه ببدا اعمل بيها كده تفريغات كده، او ببدا ان انا اخرم بيها كده البيتزا بتاعتي عشان تبقى يعني ما تتنفخش قوي، يبقى حجمها كويس، يعني حجم البيتزا العاديه اللي احنا بنشتريه من المحلات. في كل واحده من البيتزا هضيف معلقه من الصلصه، وهبدا ان انا امسحها بالشكل اللي انتوا شايفينه دون. المهم ان احنا نحاول ما نجيبش على الاطراف صلصه عشان ما تحرقش مننا في الفرن، يبقى شكل الاطراف كده مش هيبقى حلو. هنبدا بقى نحشي البيتزا بتاعتنا. انا ضفت هنا شويه كده قطع بسيطه جدا من الخضار بتاعنا اللي هو الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. طبعا الميني بيتزا هتريحنا جدا في المدارس، هتبقى سهله وبسيطه علينا. ممكن نسوي عجينه البيتزا دي، عجينه البيتزا بس نسويها ونسيبها لما تبرد ونحطها في اكياس وندخلها الفريزر، وبعد كده نطلعها لما تفك من التلج نرصها في الصاج زي ما انت شايفه كده، وتبقى عندنا الحشوات جاهزه نرصها عليها وندخلها الفرن. هتطلع معاكي ألذ واطعم واسرع ميني بيتزا ممكن تعمليها. زي ما انت شايفه كده بعد ما هضيف كده شويه كمان من الجبنه الشيدر، وممكن نضيف مع الجبنه الشيدر شويه من الجبنه الرومي او قطع كده من الجبنه التلاجة اللي هي الفيتا. وممكن نكتفي على الميني بيتزا بتاعنا بالجبنه الشيدر والخضار وشويه من الزيتون ونكتفي على ذلك. يعني هتبقى بيتزا ميني بيتزا سهله واقتصاديه ومش مكلفه، لان الجبنه الموتزاريلا غاليه شويه. ده لو حضرتك عايزه توفري يعني في الميزانيه بتاعتك. المهم انا ضفت الجبنه الشيدر وهضيف كمان قطع كده من الجبنه الموتزاريلا. لسه طبعا هنرص مع بعض الميني بيتزا بتاعت اللانشون. انا استخدمت نوع الجبنه الموتزاريلا اللي انا استخدمت نوع جبنه موتزاريلا فريش. النوع ده وحش جدا يا جماعه، ما حدش يجيبه بجد والله. انا سمعت ريفيوهات كتيره على اليوتيوب انها جميله وانها بتمط وانها لا خالص. هي طعمها حلو، لما بتسيح طعمها عامل زي الجبنه النستو، لكن ما بتدينيش مطه نهائا، وفيها نسبه النشا فيها باينه. فالجبنه الفريش الموتزاريلا مش حلوه خالص. انا بصراحه كنت اول مره استخدمها. انا بستخدم على طول نوع جبنه موتزاريلا اسمه بيتزا، هو النوع اسمه كده، فكانت بتمط معايا مطه جميله جدا. لو حابين تشوفوا البيتزا الكبيره اللي انا عملتها هتشوفي نوع المطه اللي كانت في البيتزا كانت عامله ازاي. المهم ان انا هنا كمان ضفت شويه من الجبنه الموتزاريلا، وهضيف كمان قطع كده من الزيتون، زيتون احمر زيتون اخضر مع اسمر.
وهبدا اضيف بقى قطع اللانشون زي ما انت شايفه بالشكل ده. طبعا لما قطعناها دوائر بالشكل ده اداني شكل حلو جدا للميني بيتزا، وبقت زي اللي بنشتريها من المطعم. وممكن تحطي كمان شويه من السوسيس او شويه من الهوت دوج او من اللانش او شويه كده او قطعه كده من اللانشون الفراخ. هدخلها طبعا. انا خلاص كده انتهيت كده من البيتزا بتاعتنا او تزيين البيتزا بتاعتنا. هدخلها في فرن ساخن مسبقا عند درجه حراره 180 في الرف الاوسط. طبعا انا بوريكي هنا الصاجات اللي انا عملتها، ده تاني صاج انا عملته. الصاج ده فيه في حدود 11 واحده، الصاج ده فيه 11 واحده، والصاج التاني برضو كان فيه حدود 12 واحده. فيعني العدد كان حلو جدا، وما شاء الله حجمها حلو جدا. طبعا اول ما بتاخد اول ما بدخلها الفرن وبتاخد لون من القاعده، فتحت عليها الشوايه عشان الجبنه تسيح بالشكل اللي قدامك ده، وغطيتها بفوطه كده، مش بفوطه، علشان خاطر البيتزا بتاعتنا ترد كده من درجه حراره الفرن وتفضل محتفظه بالطراوه بتاعتها. شايفه هشه ازاي وطريه ما شاء الله، والقاعده واخده لون ذهبي حلو جدا. انا بس بقطع لك قطع عشان اوريكي، بس زي ما قلت لك نوع الجبنه اللي انا اشتغلت بيه نوع مش حلو خالص، بس كان طعمها حلو، طعمها حلو، لكن ما ادتنيش المطه اللي انا عايزاها في الموتزاريلا. وده كده الصاج التاني انا بوريهولك قد ايه طري.